السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم سيدي محمد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم النيسلي كراميل، كيفاش تحضروهم في الدار بمقادير بسيطة ويقطعوا لكم كمية ما شاء الله. الوصفة تاع اليوم تقدروا تستعملوها في الحلويات تاع العيد، وان شاء الله راح نشارك معكم حلوة بالنيسلي كراميل اللي تجي بزاف بنينة. نقول لكم ما ترطوش الوصفة تاع اليوم، نروحوا ديريكتومون نحضروا النيسلي. هنايا في اناء راح نحطوا كاس تاع اللحظة اللي هي حليب المجفف، ونحتاج كذلك كاس سكر ناعم، وراح نضيف عليهم كاس ماء سخون. هنايا هادو هما 3 مكونات اللي نحضروا بهم النيسلي. هنا لازم الماء تاعكم يكون سخون بزاف. من بعد راح نروحوا نميكسيوهم مليح. هنايا نقعدوا نميكسيو فيهم مدة 7 دقائق. واللي تحب تجرب هاد الوصفة وتخاف من النتيجة، نقول لك تقدري تصغري الكاس، يعني تستعملي كاس صغير وتكيلي به نفس كيلة تاع سكر كلاصي، وكيلة تاع اللحظة واللي هي الحليب المجفف، وكيلة من الماء سخون. انا اللي تحب الناس اللي تاعها يكون شوية ثقيل تقد دير غير نص كاس تاع الماء سخون، واللي تحبه شوية خفيف دير كاس تاع الماء سخون. هنايا قعدت نميكسي مدة 7 دقائق، يعني نميكسي ونريح شوية هكا باش يعني الباتر نتاعكم ما يتخسرش. مهم اقعدوا تميكسيو حتى الخليط يولي متجانس وتحسوه باللي بدا يعقد شوية. وهنايا بعد ما ميكسيناه مليح راح نديرو في كاسرونة ونحطو على نار أقل من متوسطة، يعني تكون نار مهيلة، وخلوه هنايا على هذيك النار حتى يرفع الغلية. مي لازم تقعدوا تحركوا بياش ما هذاك السكر اللي فيه وكل شيء ما يهلش للقاع وينحرق لكم كامل. هنا لازم تقعدي تحركي حتى يبدا يرفع، يعني حتى يبدا يغلي، غير يبدا يدير هذوك الفقاعات في الحليب طفّي عليه. هنايا كيما راكم تشوفوا في الصورة، هنايا دوكا راهو بدا يغلي معايا. هنا راح في هذه المرحلة راح نخلّط ونطفّي عليه. وهنايا بعد ما نطفّوا عليه أكيد نروحوا نصفّوه. هنايا لازم تصفّوه وتخلّوه يبرد. هنايا شوفوا لي كي نصفّوه راح يخلي لنا هكا بعض الحبيبات في الصفاية. علاش لازم علينا نصفّوه؟ وهنا النسلين نتاعنا راه واجد، يعني باش تستعملوه في الحلويات نتاعكم، ولا تشربوا به القهوة، ولا كل وحدة فياش تستعمله. خلوه يبرد ويكون لكم واجد. هنايا نروحو نحضروا نسلي كراميل. راح نتبعوا نفس الخطوات اللي درناهم في الاول. راح نديروا كاس تاع سكر كلاصي، راح نضيفوا عليهم كاس تاع الحليب المجفف او اللحظة، راح نضيفوا نص كاس تاع الماء سخون. هنايا ما راحش نضيفوا كاس تاع الماء سخون، راح نضيفوا غير نص كاس تاع الماء سخون، وراح نميكسيوهم مليح مع بعضياتهم حتى الخليط ديالنا يولي متجانس. هنايا مدة يعني نقعدوا نميكسيوه 5 دقائق 7 دقائق. المهم الخليط ديالنا يولي متجانس وتحسوه داخل في بعضياته وبدا تانيك يسقال معاكم. وهنايا في جهة واحدة أخرى راح نديرو كاس تاع السكر العادي في كاسرونة، وراح نحطوه على نار أقل من مهيلة حتى يذوب لنا هذاك السكر. هنايا شوفوا لي المراحل، يعني ما تضيفوا عليه لا ما لا حتى حاجة. خلوا هذاك السكر نتاعكم على نار أقل من متوسطة، وكل مرة خلطوا فيه غير هكا، حركوا الكاسرونة حتى يذوب لكم هذاك السكر كامل ويولي لكم كراميل. ما تخلوش حتى ينحرق لكم، غير يذوب لكم السكر، ما تبقاش حتى حبيبه تاع السكر طفوه عليه. هنايا بعد ما السكر نتاعي داب كامل كيما راكم تشوفوه في الصورة، قعدت نخلط فيه هكا باش نتأكد باللي ما بقاش كامل الحبيبات فيه. راح نضيف عليهم غرفة كبيرة تاع الدهان، ونقعد نخلط حتى هذيك المغرفة تاع الدهن كامل تذوب في هذاك الكراميل. غير تذوب هذيك المغرفة تاع الدهن راح نضيفو هذاك الخليط الأول اللي غديرناه مع بعضياتنا، كاس تاع الحليب المجفف وكاس تاع السكر الناعم وكاس ونص كاس تاع الماء الدافي اللي كنا ميكسيناهم مع بعضياتهم. راح نضيفوهم ونقعدوا نخلطوا حتى الخليط ديالنا يولي متجانس. هنا الخليط ديالنا في الاول راح يعقد شويه معانا يدير تكتلات، مي قعدوا تخلطوا حتى الخليط يولي القوام ديالو عادي، يعني كيما راكم تشوفوا هنا في الصورة. وهنايا غير الخليط تاعنا يولي القوام ديالو متجانس وكامل هذاك السكر يدوب وما يوليش فيه تكتلات. راح نخلوه غير يرفع الغلية الأولى، يعني غير تراو هذوك الفقاعات بداو يديروا
طفّوا عليه ديريكتومون. إلا حبيتو النسلي كراميل ديالكم عاقد على هكا، يعني خلّوه يغلي 2 دقايق حتى 3 دقايق راح يجيكم نسلي كراميل عاقد بزاف، بزاف. مي إلا كنتو حابينه شوية أطري، لازم غير الغلية الأولى ديريكتومون طفّوا عليه. شفتوا هنايا كي بدا يدير هاد الفقاعات ديريكتومون طفّوا عليه. سينو حبيتوه يكون عاقد بزاف، خلّوه يعني يغلي كيما أنا هنايا نورمالمون نطفّي عليه. أنا قعدت نخلّط باش نصور لكم، جاني شوية عاقد بزاف. وهنايا وهو سخون ديراكتومون نروحو نصفيوه باش كامل هادوك التكتلات اللي فيه كامل يروحوا. انا هنايا شويه خليته حتى بدا يبرد. مي انتوما من الاحسن ديراكتومون غير تنحوه من النار، ديراكتومون تروحوا تصفوه باش يهود معكم فاسيلمون قبل ما يبدا يعقد ويعذبكم، يعني كي تجوا تصفوه. ولا ما تقدروش كاع تصفوه هكا ويقعد لكم فيه هادوك التكتلات. انا هنايا ديراكتومون بعد ما صفيته، يعني هادوك التكتلات نحيتهم وخليته يبرد. وبعد ما برد هذا هو النيسلي كراميل ديالنا راه واجد. نتمنىكم كامل تجربوه. كذلك كملاحظة، اللي تحب تزيد تضيف عليه عطر الكراميل تقدر تضيف عليه عطر الكراميل، راح يعطيه طعم بزاف هايل. مي انا حبيت نخليه لكم هكا بلا أي إضافات. تاني تقدّوا اللي تحبوا النيسلي كراميل بالطعم تاع الشيكولا، نزيد عليه مغرفة تاع الشيكولا، ولا تزيدوا عليه مغرفة تاع المكسرات هكا مرحيين مليح. لكم الاختيار. يعني إن شاء الله مع الوقت راح نبقى كل مرة نشارك معكم وصفة. فقط أنتم حبيباتي دعموني بالجيم والتعاليق فضلا وليس أمرا. وإذا كنتي أختي أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل ما هو جديد. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم إن شاء الله الوصفات تاع اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. استناوني غدا إن شاء الله راح نشارك معاكم وصفة يا حبيباتي تقتل في البنة بهاد النيسلي كراميل، يعني بالمقادير بساط بالبزاف وتقطع لكم كمية ما شاء الله. ما تنعطوش الوصفة تاع غدا. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب إن شاء الله. مع السلامة.